انت جيت ازاي؟ عوم بالمركب عوم ولا بعوامه ولا جيت من مصر لهنا انا ايطاليا؟ جيت بسهوله جدا يعني حلو. بس لما جيت كنتش بتكلم كلمه ايطالي، كان بالنسبه لي تحدي ان انا حد اجتماعي بس مش عارف اتواصل كفايه. انا دلوقتي بدات اخد كورس لاول مره بعد سنتين، انا B2، فانا خلاص ناقص لي C1 اوصل لها اللي هي ابقى نيتف. يعني انا لما قررت اشتغل لقيت شغل بسهوله جدا، بتعامل اكني ايطالي لان باخد نفس السعر اللي باخده الايطالي. صح. فبالتالي اصعب شويه في التجربه ان احنا نتعلم ونطلع من الكومفورت زون، ان احنا نذاكر او نقرا او نتعلم حاجه، او ان احنا بقى نصحى الصبح ونقول يلا هنطلع على البحر وربنا يستر زي ما تيجي. ايطاليا والمصريين، يلا بينا. قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نتفرج على الفيديو لآخره علشان في كلام كتير مهم حابين نتناقش فيه. أنا عارف ممكن مصريين كتير جدا يزعلوا من الفيديو ده وياخدوه كده على حساسيتهم أول ما يسمعوا بداية الكلام، بس عايزكم تصلوا على النبي وتسمعوا الفيديو للآخر عشان تفهموا الصورة كاملة. أولا معاكم آدم عبد الرحمن، أما ترافل كونتنت كريتور، بحب جدا السفر وبحب أشارك كل الأماكن الجميلة اللي بروحها وأشارك إيه اللي ممكن نقدر نعمله في المكان ده وإزاي نقدر نسافر بطريقة بسيطة ورخيصة. فيلا بينا نكمل كلامنا في الفيديو. الصراحة أنا طالع بس لمجرد أدردش معاكم. طبعا المنظر زي ما احنا شايفين كده حاجة فوق الروعة. أنا فوق جبل في باتوفا إيطاليا. أول يوم ليا كان في إيطاليا، رحت ميلانو وهي مدينة من المدن الضخمة المهمة جدا اللي لازم تتزار في إيطاليا وجميلة قوي، من هيستوري من تاريخ لثقافة لناس. بس أنا الحاجة الوحيدة اللي الصراحة أثرت فيا وضايقتني هو المصريين في ميلانو. سمعت كتير جدا جدا من الناس بتقول لي ابعد عن ميلانو وابعد عن المدينة عشان فيها كم مصريين كتير جدا وحاجة مش كويسة وناس داخلة هجرة غير شرعية وي 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 وي. وأنا صراحة ما بحبش آخد الكلام ده بناء إن حد قال لي كم كلمة فأنا أخدها كده صدق الله، فأنا مش هروح ميلانو عشان فيها مصريين. ما بعترفش بالكلام ده الصراحة. وزي ما في الحلو وفي الوحش، وزي ما في اللي ناجح وبيقدم حاجات وبيرفع من شأن بلده وبيرفع من شأن العرب والمصريين وبيبين صورتنا بشكل حلو جدا، زي ما في ناس مش فارق معاها حاجة وعايزة نسافر وخلاص، وأنا لما هسافر الفلوس هتلعب معايا وهتغني بدون بقى دخول في تفاصيل أنا هعمل ده إزاي أو هوصل إزاي. فأنا الفيديو ده طالعه بس يعني ممكن حد يستفاد من الكلام اللي أنا هقوله، أو من الشخص اللي أنا هستضيفه في الفيديو ده هيتكلم عن مشوار نجاحه في إيطاليا. فحبيت الصراحة يبقى موضوع بيقدم رسالة حلوة لحد نفسه يسافر وبيحلم إن ينجح وعنده طموح عالي في إن يوصل لحاجات حلوة في حياته، وبرضه عظة لناس ممكن تبقى مش فارق معاها وما بتفكرش في ده. وأنا فاهم ومقدر إن الواحد عايز يطور من نفسه وعارف الأحوال الاقتصادية في مصر. أنا بس هخصص كلامي على مصر عشان أنا اللي شفته كان أخص المصريين، وأكيد طبعا في جنسيات تانية، بس أنا طالع أتكلم على أهل بلدي واللي أنا منهم واللي يهموني أكتر، فاهمين؟ فمش هينفع أتكلم على حد من جنسية تانية وهو أنا ما أعرفش تفاصيل أكتر عن البلد أو عن الاقتصاد أو أيا كان. أنا اللي أنا الصراحة شفته في الفيديو، عشان بس مش عايز أطول عليكم وعايز نخلي موضوع الفيديو قصير على قد ما نقدر، إن بس ندي اللي عارفين اللي هو الزتونة. شفت ناس في ميلانو الصراحة أطفال صغيرين، يعني بيتراوحوا من سنهم من 8 10 14 15. أنا ذهلت من طريقة التعامل والصوت العالي في الشارع والمعاكسات البنات وهم ماشيين بيعكسوا البنات الإيطاليين. وحبيت كده هحكي لكم على قصة بسيطة جدا. الصراحة أنا اتأثرت واتضايقت، مش مجرد يعني أنا مش عايش في مصر دلوقتي. ممكن جدا حد يكون مش عايش في مصر يقول لك أنا مش عايش في مصر وماليش دعوة وما بعتبرش نفسي من الجماعة دي. أنا الكلام ده مش فيش معايا. فالقصة هي إن أنا قابلت حد في المترو، عامل في المترو بيساعد الناس في التيكت لو أنت مش فاهم إزاي تخش التيكت ومش عارف إيه. فأنا كنت عايز أسأل على المحطة بالظبط اسمها إيه اللي أنا هروحها، فوقفت سألته فبيقول لي أنت شكلك أمريكي، طبعا من اللغة وأنا بتكلم معاه بالإنجلش يعني. فقلت له أنا عايش في أمريكا بس أنا أصلي مصري. فراح جاي باصص لي كده قال لي مصري إيجيبشن يعني. فقلت له فراح جاي قال لي غريبة إن هنا في مصريين كتيرة جدا ما بيعرفوش يتكلموا لا إنجليزي ولا إيطالي، وتعاملهم وحش جدا مع الإيطاليين. بنحس إن هم بيبقوا يعني مش عايزين حاجة ومش عايزين حتى يتعرفوا علينا إن هم عايشين معانا في بلد، هم بس جايين عشان يشتغلوا وبيتعاملوا بشكل يعني سوري في اللفظ همجي. فالصراحة أنا لما قال الكلمتين دول حسيت إن أنا يعني
عايز اقول له انا اسف ان احنا ظاهرين لك الصوره دي او انت اخد الصوره دي عننا. احنا لا، في ناس كتيره جدا بتعمل حاجات كويسه وفي ناس ناجحه كتير انت ممكن ما تبقاش شايفهم، بس يعني حسيت ان هو ما تزعلش مننا، ارجوك ما تزعلش. فده الجزء السلبي اللي انا شفته. طبعا في ناس كتير جدا مصريين انا اعرفهم شخصيا وناس انا سمعت قصص عن نجاحاتهم ومشاريع اتفتحت في ايطاليا وبوزيشن وصلوا له حاجه فعلا مشرفه. فزي ما في كده في كده. الفكره كلها ان احنا بنحاول ازاي نزرع في اولادنا اللي خارجين، هو ما ينفعش نركب مركب ونروح ايطاليا وروح وشق طريقك وشوف الدنيا بتقول لك ايه. ان الموضوع هيبقى مش منظم وحظك يا ابو بخيت وممكن يروح الاتجاه الغلط. لكن لما نبقى خارجين فاهمين احنا رايحين نعمل ايه وفي كده نظره بعيده لحاجه احنا عايزين نوصل لها، هتلاقي ربنا ييسر لك كل امورك. النهارده عشان ما اطولش عليكم، ده الجزء السلبي اللي انا كنت عايز اتكلم فيه الصراحه، واللي ممكن يبقى عظه لناس كتيره تقدر تستفاد من وراه. النهارده هنستضيف ابراهيم وهو طالب هنا عايش في ايطاليا بيدرس ماجستير، وحاجه فعلا مشرفه جدا. انا ابراهيم اخترته، هو ابراهيم صاحبي، وبعيدا عن ان هو صاحبي انا حبيت اوريكم بس كاكزامبل نموذج فعلا ناجح لشاب مصري كان في مصر وحب ان هو يطور من نفسه وحب يطلع بالطريقه الصح اللي هو يقدر يستفاد من وراها ويبذل مجهود ان يوصل للحاجه اللي هو وصلها. فهنعمل انترفيو مع ابراهيم ونشوف هو ازاي وصل هنا وايه اللي عمله وايه اللي وصل له. فيلا بينا. ابراهيم يا هيما قديمه، تعال قصير شويه. ابراهيم عرفنا بنفسك اولا. لا انت نسيت تعرف نفسك، نسيت اسمك. لا نصحصح. مش عارف اقول ايه بس. لا نصحصح. عارف انت اسمي ابراهيم. بص انا عارف ان انت ابراهيم اول مره يطلع على كاميرا وحركات كده نعمل انترفيو، بس انا ما تشربنيش. لا بس انا قلت له ايه بجد انت اكزامبل جميل جدا، وانا حابب ان احنا الناس تستفاد من ورا حد عايش في ايطاليا. يعني طبعا في امريكا وفي كل حته في العالم، بس انا حبيت بما اني في ايطاليا نعرض اكزامبل حلو الناس تقدر تستفاد من وراه مش اكتر. اوكي، في الحقيقه انا بقالي في ايطاليا سنتين وبدرس ماجستير. ما شاء الله. بتدرس ماجستير في ايه؟ بدرس اداره اعمال. انت جيت ازاي؟ عوم بالمركب عوم ولا بعوامه ولا جيت من مصر لهنا ايطاليا؟ انا جيت بسهوله جدا، يعني كنت بدرس في الجامعه وبعدين لقيت ان في فرص في ايطاليا وفي اوروبا، وانا حبيت جدا الثقافه الايطاليه قبل ما اجي من وانا صغير، اغاني اكل حلو، فقلت كده اجرب بقى اجي ايطاليا بما اني عايز ادرس ماجستير. قدمت على منحه ولا قدمت على الجامعه عادي. اوكي. والموضوع كان بسيط بس كان كومبيتيتيف جدا، كان في دايما طبعا في ناس كتير بتقدم وما بتتقبلش اكيد بس مش صعب قوي، الناس بس تعرف الخطوات ازاي تقدر تقدم وازاي. يعني انت قعدت تعمل سيرش على ايه التفاصيل اللي محتاجينها، ايه الورق اللي مطلوب، ازاي اظبط ورقي مظبوط. يعني الموضوع ما جاش عشوائي ان انت صحيت من النوم قلت عايز اسافر ايطاليا رحت جاي مسافر ايطاليا. وصراحه ما كانش صعب قوي لان انا قدمت على فرص قبل كده وسافرت امريكا. دربت نفسك على ازاي اقدم على ابلكيشن، حتى الحاجات اللي انت اكيد مش كل اللي انت قدمت عليه اتقبلت فيه وسافرته بالظبط، بس في حاجات اترفضت فيها بس علمتك. وشفت حاجات اصعب بكتير تنافسيا. حلو. يعني انا في الجامعه هنا ما كنتش اعرف، بس هي من احسن الجامعات في ايطاليا وتنافسيه اكتر لان الطليان نفسهم وناس كتير مش بيقدروا يقبلوا بسهوله في الجامعه دي. بس لما جيت قبلت والورق عدى بسرعه وكان كل حاجه سهله. حلو. لما جيت فما كانش عندي خيال ان في ناس بتيجي من البحر فعلا وفي معاناه وفي ضغط كبير. يعني لما جيت بدات احتك، لما رحت مثلا اماكن فيها مصريين كتير تلاقي الناس بتيجي من طريقه صعبه جدا، الناس بتيجي بين المركب ويعيشوا يموتوا. لما بيجوا اذا كان انا اللي جاي كل حاجه كانت سهله، كان في ضغط ان انا لسه مش قادر جديد في البلد. مش قادر استوعب الثقافه الجديده، الناس بتفكر بطريقه مختلفه شويه، عاداتها وتقاليدها غيرنا. كان ضغط عليا، تخيل الناس مش عارفين اي حاجه خالص بطريقه صعبه جدا، ولما جت هي مش قادره تعمل حاجه ان هي بتحاول ان هي تعيش على قد ما تقدر عشان تواكب الهدف اللي نفسها تيجي علشانه عشان يعملوا فلوس. قال ايه دي مش حاجه عيب. يعني الناس، يعني احنا مش بنهاجم ان انت ما ينفعش تسافر وما ينفعش تطور من نفسك، بس لازم نختار الطريق الصح، لازم نرتب. مش هتنام تصحى تلاقي تيكت الطيران تقول لك اتفضل يلا سافر. زي ما ابراهيم كده بيقول كان بيجهز نفسه، بيحاول يظبط ايه الورق المطلوب عشان لما يقدم. وطبعا في الاول وفي الاخر ده نصيب وقدر. ولو انت مكتوب لك بالذات في السفر، لو مكتوب لك تطلع مكان معين او تسافر بلد معينه، ده بيعتبر انت ممكن تبقى مجهز كل حاجه بس مالكش نصيب. برضو كمان يا ادهم عشان بس اكون واضح وصريح، لان في ناس ممكن تفتكر ان انا عندي مهارات كتير وممكن هم مش عندهم وخارق، رجل خارق بالظبط. فيعني
انت محتاج تكون دارس بس حبه انجليزي، بتعرف تتكلم شويه، مش في مستوى حتى عالي في اللغه ولا مهارات تقدر تعملها في ان انت سنه ولا 2 تيجي تدرس حاجه، فالشهاده دي تخليك متوازي شويه مع الاوروبيين، ان انت لو عايز تشتغل في اوروبا عامه او في امريكا حلو. تقدر ان انت تشتغل بشهاده كويسه. بالنسبه للغه يا ابراهيم، كانت بالنسبه لك انت تعبت جامد ان انت توصل للغه الايطالي او تتقنها او تقدر تتعامل مع شعب؟ ان طبعا جزء كبير جدا من ان انت تخش في عمق الثقافه او البلد هو ان انت تعرف لغتهم وتفهم ازاي تتعامل معاهم بطريقتهم. ان في حاجات مثلا بالعربي بتاع واحنا بنتكلم مثلا لو ترجمتها ترجمه حرفيه هيبقى بالنسبه لهم انت ايه اللي انت بتقوله ده، ان مش مفهوم، ان احنا فاهمينها بالشكل ده. فده كان بالنسبه لك ايه؟ اللغه في الحقيقه حاجز كبير بتخليك تفهم الشخصيه الثقافيه المختلفه قدامك، تقدر ان انت تستوعب، بتشوف الناس بتفكر ازاي وعندها نمط معين من الارث الثقافي اللي هم واصلينه لغويا. فانا لما جيت، انا كنت ثانويه عامه بدرس ايطاليا وحبيته من ساعتها. حلو. بس لما جيت كنت بتكلم كلمه ايطالي، كان بالنسبه لي تحدي ان انا حد اجتماعي بس مش عارف اتواصل كفايه. فكنت كل يوم بتلاقيني وانا ماشي في الشارع، وانا في اي موقف بشتري حاجه، وانا عايز تتكلم مع الناس، بسمع وبتكلم، بحاول ادوس، بحاول اللي هو مش عارف اعمل ده ازاي. بس اديك شفت. ايوه. يعني انا دلوقتي في مستوى متقدم ما شاء الله، ان انا بجد بقول ان انا عايش بس بتعلم كده اهو. خمسة عشان بس الحاسه. يعني انا دلوقتي بدات اخد كورس لاول مره بعد سنتين، انا B2، فانا خلاص ناقص لي C1 اوصل لها اللي هي ابقى نيتيف. فدي حاجه مش حد اللي بدعي ان انا شاطر جدا، بس هو ان انا بحاول دايما بحاول ابذل مجهود. عارف ان التعليم تجربه مش بسيطه، لا، ومعقده، وكلنا نستحق ان احنا نعيش التجربه دي. وانا مش مستسهل وجاي اقول ان انا بقى هعيش بطريقه خرافيه وانا بعتمد على نفسي في كل حاجه. فحاسس ان لو انا بعتمد على نفسي وعندي قصه اقولها، شايف ان لو حد مهتم وعنده طموح ان هو يكتشف فرصه جديده ويعيش بطريقه مختلفه، هيعرف يعملها جدا جدا. صح. حتى بالذات لو هو شايف انه ما عندوش فرصه في مصر، وانا بالتاكيد لو هو بيشتغل على مهاراته وبيتعلم اكيد هيبقى عنده فرصه في اي حته. عادي جدا ممكن تنجح في بلدك قبل ما حتى تسافر. بالزبط. يعني تبدا انت بتلاقي فرصه تانية في مكان تاني احسن، لكن عمرها ما بتتحسب ان انا ما بعرفش انجليزي وما بعرفش اي لغه، ما عنديش اي مهاره، ما بعملش اي حاجه، بس انا دماغي عايزه اسافر واشوف العالم اللي انا بشوفه على السوشيال ميديا والصور اللي بيصوروها جميله ديت. فانا شايف ان هو ده، هي دي الحياه، مش مهم انا هعمل ايه. انا فاكر وانا في مصر لما كنت شغال، قلت خلاص انا دلوقتي هوقف شغلي، هوقف حياتي كلها وهاجي ايطاليا واجرب. قلت هاجي كده شهرين احس ان الموضوع تمام، هكمل، احس الموضوع مش ظريف وصعب ومستفز، خلاص ارجع تاني بلدي وزي الفل. ولكن في الشهرين دول، في اول شهرين، الموضوع كان في اوله احساس الاكسايتمنت، انا بره بلد جديده ومكان حلو وايطاليا وجميله واكل وشرب. بس مع الوقت بدات احس ان لا ثانيه واحده، فين صحابي، فين اهلي، فين ناسي، فين روحي، فين كل الاماكن اللي بحبها، فين بدات احس ان انا لوحدك. واضح ان انا كده لازم ارجع عشان كده تو ماتش. ولكن بسبب ان انا بدرس ماجستير هنا، قلت خلاص يعني انا بدرس نكمل شويه. رجعت اول كام شهر كده اجازه اكتر من مره مصر عشان احس ان انا مطمن ان انت القرار اللي اخدته ده قرار مظبوط. اللي حصل واللي فاجئني ان انا بدات الايطالي بدا مع الوقت يجي غصب عني، بدا يبقى عندي صحاب بيتكلموا انجليزي او بيتكلموا ايطالي، بدا يبقى عندي ايطالي بس، بدا يبقى عندي صحاب بجد عشره. ثواني يا ابراهيم، ده بيرجع ان انت كنت حابب تخلي الناس اللي حواليك يبقوا بيتكلموا ايطالي او كده، ان انت تطور من نفسك، ولا انت اجبرت على كده؟ يعني قصدي اقول ان انت مثلا ممكن جدا كنت تيجي ايطاليا وتشوف فين الجاليه المصريه وتشتغل معاهم وتقعد في مكان حواليهم، فيبقى كل الناس اللي حواليك عرب ومصريين، فما تحسش ان انت لوحدك او انت قاعد لوحدك. فاهمني؟ في الواقع دي نقطه مهمه جدا. فده كان قرار منك انت ولا الظروف اللي خلتك كده؟ هو حاجه نبع من شخصيتي شويه اكتر. أوكي. انا كان عندي دايما ان الفضول، الحماس للثقافات المختلفه. أوكي. انا بهتم ان الناس تقدر تعيش مع بعض حياه جميله. ومن تجاربي وانا صغير لما سافرت امريكا ولما سافرت في مصر حتى، من الثقافات الموجوده كتير في مصر، بقيت احس ان قد ايه جميل ان احنا نقدر نستوعب ثقافات بعض ونعيش تجاربنا المختلفه. لما جيت هنا بدات بتلقائيه يبقى عندي 2 صحاب، 3 صحاب، 5 صحاب، لغايه ما وصلت ان انا اكني حاسس ان انا في القاهره لما بنزل بلاقي صدف في اليوم. فانا دلوقتي في المدينه اللي عايش فيها بنزل اي حته طول اليوم، بقابل صحابي هنا، بقابل ناس هنا بقى. حتى لما بسافر في ايطاليا بقى جميل جدا. بتلاقي سافرت كتير طبعا، اخد مجهود ان انا احس مندمج
في الثقافه واقدر افهم الطريقه الايطاليه والتفكير الايطالي والشكل الايطالي. ما كانش سهل كتجربه انت بتكتشفها بطريقه تلقائيه، بطريقه انا مبسوط قوي باللي انت بتقوله. يعني الخلاصه من ورا اخر الجزء ده، عشان فعلا يعني ومفيش اجمل من كده ان احنا ننهي اللقاء النهارده. عايز بس اضيف حاجه تانية، اتفضل. لان اصحاب كتير ليا من مصر لما بيبقوا فعلا غصب عنهم مش عارفين يتواصلوا ويتكلموا مع الناس ولا يتصاحبوا، ولا دايما مركزين على التعليم الحته بتاعتهم. انا جاي لهدف معين، انا جاي مش عايز اوصل لحاجه. في الواقع اللي بيحصل ان ده بيمنع بيخلي بينفر حاجات تانية كويسه هتفيدك، حاجات جميله جدا. وبالنسبه لي انا دلوقتي حاسس قد ايه انا غني جوايا لما بقدر ان انا بالمعلومات والثقافه. انا من شويه وانا بتكلم مع ادهم بتكلم معاه ايطالي غصب عني، لان انا بتكلم من شويه مع نفس احنا خارجين دلوقتي بنشوي معانا اصحابي ايطاليين فبتكلم معاهم، فبيحصل ان في اندماج لثقافات تحس فعلا باخوه جميله، ودي ليها معاني وفضيله. اعتقد لو احنا كبشر بنهتم بالروح اللي احنا كلنا عايشين مع بعض في الدنيا، فدي حاجه جميله جدا جدا. فاتمنى الناس اللي جايه كمان بتسافر بتبقى بتكتشف حاجه جميله مع الناس المختلفه عنها وتبني صداقات حقيقيه واخوه جميله جدا جدا، مش ان هم يقعدوا ويبقوا زهقانين لغايه بقى ما يجوا اجازه وييجوا يتبسطوا في الرحله دي يقعدوا يدرسوا. الاحساس ده متعب شويه. اوكي sto arrivando. we're coming we're done. yes. انا لازم اجري عشان اساعد. لا بس انا حاسس ان انا قلت لهم انت قلت كلام جميل جدا. روح كمل المساعده ونروح ناكل ونشوي. ميرسي جدا يا ابراهيم بجد. انا ده الفيديو ده والله من احلى اللقاءات اللي عملتها، علشان فعلا الناس تستفاد قوي من الكلام اللي انت قلته. اتمنى فعلا الناس اللي بتيجي تبقى عندها الشغف ان هم يتعلموا حاجات كتير، وده هيفيدهم جدا جدا حتى في الهدف اللي هم جايين علشانه. يعني انا لما قررت اشتغل لقيت شغل بسهوله جدا، بتعامل اكني ايطالي لان باخد نفس السعر اللي باخده الايطالي. فبالتالي عشان طورت من نفسك، انت جهزت نفسك للخطوه دي وما قصدتش. بالظبط. الفكره في طريقه اصعب شويه في التجربه ان احنا نتعلم ونطلع من الكومفورت زون، ان احنا نذاكر او نقرا او نتعلم حاجه، او ان احنا بقى نصحى الصبح ونقول يلا هنطلع على البحر وربنا يستر زي ما تيجي. هيبقى مشوار صعب جدا. صح. دي المشكله. ثانك يو سو ماتش يا ابراهيم، حبيبي. فرصه سعيده. وهنكمل انا بقى اجري على الشغل. روح يلا. يعني الصراحه انا مش عارف يعني اقول ايه بعد اللي هو قاله ده. يعني هو شرح كل حاجه بشكل منظم جدا. يا رب يكون الفيديو ده فاد ولو حتى 1% من اي حد بيتفرج علينا. الغرض كله ان طول ما انت بتسعى وبتحاول تطور من نفسك وبتحب الخير لغيرك، وحط بقى ده تحتها 1000 خط، بتحب الخير لغيرك وشايف نفسك ان انت بتبذل وبتعمل اللي عليك، وده ربنا كرمه بشكل معين، وصل لليفل معين اللي هو وصل له، ده مش معناه ان انا متاخر، ده معناه ان هو ربنا كتب له في الوقت ده يوصل للليفل ده. ممكن مر بحاجات تانية اتاحت له الفرصه ان هو يوصل ليها. انا لسه شغال على نفسي. فطول ما انا بحب الخير لغيري وبتمنى ان الناس كلها تنجح ومركز في حياتي ومستقبلي وعايز اطور من نفسي، ما تستناش ان حد هو اللي هيجي يمسك كده ويقول لك تعالى انا هنجحك. ان ده ما بيحصلش. ما فيش. احنا كلنا بنبقى اسباب في حياه بعض، بنساعد بعض باشكال مختلفه، لكن كل واحد في قوقعه حياته بيحاول يمشي في الحياه اللي احنا فيها دي وينجح بالشكل اللي هو عايزه. يا رب يكون فيديو فاتكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.